انتشر خبر اليومين اللي فاتوا عن الفنانة إلهام شاهين وهالة سرحان إنهم في العراق ومش عارفين يرجعوا لمصر بسبب الأحداث اللي دايرة في المنطقة. طبعا أنا مش قادرة أفسر لأن أنتوا فاهمين أنا بتكلم على إيه علشان سياسات اليوتيوب. إلهام شاهين كانت بتتكرم في بغداد وكان معاها هالة سرحان، راحت المطار عشان تركب طيارتها وتيجي على مصر. فوجئت إنهم بيمنعوها لأن المطار خلاص اتقفل ومفيش طيران. رجعت هي وهالة سرحان بتقول احنا مش عارفين نعمل ايه ولا هنرجع مصر ازاي، وبتقول كمان ان انا بطمئن الجمهور عليا وانا كويسة وبخير. نقيب الفنانين العراقي بيطمن على إلهام شاهين وهالة سرحان بعد تعذر رجوعهم لمصر. راح نقيب الفنانين العراقي يطمن على هالة سرحان وإلهام شاهين بعد ما سمع ان هم مش عارفين يرجعوا لمصر. حرص الدكتور جبار جودي نقيب الفنانين العراقيين على زيارة الإعلامية هالة سرحان والفنانة إلهام شاهين بمقر إقامتهم في أحد الفنادق بالعراق والاطمئنان عليهم بعد تعذر رجوعهم لمصر من العراق بسبب الأحداث اللي هي حاصلة اليومين دول. ووجهت الفنانة إلهام شاهين من خلال اليوم السابع الشكر للسفير المصري في العراق على مجهوداته وتواصله الدائم معهم للاطمئنان على وضعهم هي والإعلامية هالة سرحان بعد تعذر رجوعهم لمصر من العراق بسبب الأحداث الدايرة في المنطقة اليومين دول، مؤكدة أن السفير يتابعهم لحظة بلحظة للمساعدة في العودة لمصر مع أول فرصة لفتح المجال الجوي. وأضافت إلهام شاهين أن كل المشاركين في المؤتمر من كل الدول بخير وجميعهم عادوا لفندق الإقامة في انتظار فتح المجال الجوي مرة أخرى. وقالت الفنانة إلهام شاهين في تصريحات خاصة أن الوضع آمن في العراق والفندق الذي نقيم فيه مؤمن بشكل جيد والأمور تسير بشكل جيد، ولكن كل ما في الأمر هي وهالة سرحان في انتظار هدنة لتعود هي وكل العالقين في العراق بسبب أحداث الدايرة اليومين دول في المنطقة. وأوضحت الفنانة إلهام شاهين حقيقة احتجازها هي والإعلامية هالة سرحان في العراق، حيث قالت إنهم بخير ولا حقيقة لاحتجازهم. متسائلة مين هيحتجزنا وهنستغيث بمين؟ محدش في إيده حاجة يعملها. وكان قد تعذر رجوع إلهام شاهين والإعلامية هالة سرحان من العراق بسبب الأحداث الدايرة في المنطقة، حيث شاركت إلهام شاهين في المهرجان الدولي للمرأة الإعلامية في دورته الرابعة عشر، كما شاركت في ندوة عن مشاكل الإعلام في نقل ما يحدث في مناطق النزاع وشهيدات الإعلام مثل أطوار بهجت وشيرين أبو عقلة. إلهام شاهين بتقول ما فيش صحة لأي كلام بيتقال على السوشيال ميديا من اللي بيحصل معانا. الكلام ده كله غير صحيح ومحدش هيحتجزنا، والعراق طبعا آمنة وكل اللي كانوا في المهرجان في الفندق ومستنيين لحظة إن المطار يتفتح ويرجع كل واحد لبلده، وهي بخير والحمد لله. والسفير العراقي بيطمن عليهم لحظة بلحظة ومش سايبهم أبدا، وبيطمن الجمهور ادعوا لهم إن شاء الله يرجعوا بالسلامة هم واللي معاهم كلهم يا رب، وربنا يعدي الأيام دي على خير يا رب. معانا خبر تاني عن أسماء شريف منير ورد فيه على الناس اللي بتنتقد زواجها للمرة الثالثة. ردت الإعلامية أسماء شريف منير على الانتقادات التي وجهت لها بعد حديثها عن زواجها للمرة الثالثة، مؤكدة إنها لم تبرر زواجها وإنما شاركت رحلتها الشخصية. وردت أسماء على متابعة انتقادتها عبر خاصية القصص القصيرة على انستجرام، وقالت شكرا على رأيك برغم الأسلوب غير اللائق، رغم الأسلوب غير اللائق فيا، بس خليني أوضح لك كام حاجة يمكن تفيدك وتخفف شوية من الحدة اللي جواكي. أشارت الجواز مش ميثاق غليظ، بس الجواز كمان سكينة ومودة ورحمة، ولو ما توفرتش الحاجات دي يبقى من الحكمة إن الإنسان يعيد اختياراته مش يتمادى في غلط المجرد يرضي الناس. تبعت أنا ما بررتش إني اتجوزت، أنا شاركت رحلة شخصية يمكن واحدة تانية تستمد منها أمل أو تتعلم منها حاجة. مش معنى إنك أنت أو غيرك مش شايفين ده مهم يبقى مش مهم. أوضح احترامك للستات اللي ربوا ولادهم لوحدهم شيء يحترم، بس استخدامك لتضحياتهم علشان تهيني واحدة تانية اختارت إنها تكمل حياتها بالجواز ده تناقض وقلة عدل.
كل ست حرة تختار بطريقتها. استردت فكرتها عن الأدب والاحترام مرتبطة بالصمت والكبت، لكن الحقيقة إن الأدب الحقيقي هو نتكلم من غير ما نجرح، نحترم اختيارات بعض حتى لو مختلفة، ونبطل نحاكم الناس من بلكونة أخلاقنا الشخصية. أضافت: أنا ما طلبتش من حضرتك تتابعيني ولا تشوفي حاجات أسفل زي ما قلتي، بس واضح إنك شفتي وفضلتي تتابعي. فالسؤال هنا هو أنا فعلا اللي مستفزة ولا فيكي حاجة بتتواجه فجأة قدامي؟ واختتمت أسماء ردها قائلة: وأخيرا لو فعلا عايزة تربي ولادك على الصح فاعملي كده بالفعل مش بالكلام، لأن التربية تبدأ باحترام الآخرين مش بهدمهم. أسماء شريف منير بتتجوز للمرة الثالثة. طبيعي واحدة ما لقيتش نصيبها مع أول زوج، ما ارتاحتش معاه، ما فيش بينه وما بينها مودة ورحمة، ما فيش حب، ما فيش تفاهم. أكيد الحياة ما بتستمرش، والحياة مش هتقف لما الواحدة تتطلق. وأبغض الحلال عند الله الطلاق، بس في ظروف احنا ما بنقدرش ان احنا نتحمل فيها الحياة انها تستمر بنفس الطريقة، بنفس الوضع. فبتضطر الواحدة ان هي تنفصل عن زوجها حتى لو معاها اولاد، لان ممكن الاستمرار دوت يحصل من وراه حاجات كتيرة جدا احنا في غنى عنها. وأسماء شريف منير طبعا ما اخطأتش ان هي تتجوز، ما ارتاحتش مرة، ما ارتاحتش التانية. ممكن قوي وارد قوي ان هي ربنا يكرمها في الزوج الثالث ويطلع زوج صالح، ويعوضها عن الاثنين اللي قبل. ايه العيب في كده ان هي اتجوزت واتطلقت وحبت تتجوز تاني؟ ايه المشكلة؟ ما فيهاش اي مشكلة خالص، ومعاها بنتها وبتربيها كويس قوي. وكمان محدش ينتقد واحدة بتتجوز وتطلق، لان ده كله شيء اسمه ونصيب، وده قضاء وقدر ربنا هو اللي كاتبه للبني آدم. ما نقعدش بقى كل شوية نطلع القطط الفطسانة في الناس وننتقد في الناس. اللي تنتقد ديت، هل انت سعيدة في حياتك؟ هل انت واحدة من الناس ربنا يسعدك ويهني حياتك، بس انت ممكن يكون اللي عندها هي ما عندكيش انت؟ فما تحاوليش انك انت تنتقدي حد تعبان في حياته، تعبان في حياته، حب ان هو يجرب حياة جديدة مع زوج جديد، مع زوج محترم، مع زوج يعني يبقى معاه في جميع الأحوال، زوج كويس. مش عيب إن إحنا ما توفقناش في الجواز من مرة إن إحنا خلاص ما نتجوزش أو ما نفكرش في حياتنا، أدام هي الشخصة سنها يسمح بكده وحياتها تسمح بكده، مفيش مانع إن هي تتجوز بدل ما تخطأ وتسلك طريق تاني غير الجواز، أو تمشي في طريق مش كويس. ما فيهاش أي حاجة خالص، وربنا يوفقها ويسعد أيامها ويجعله زوج صالح ليها ولبنتها، ويعوضها عن الاثنين اللي قبله، وربنا يوفق جميع الناس يا رب، ويصلح حال بناتنا وبنات المسلمين. إن عجبكم الفيديو أتمنى تعملوا لايك وشير واشتراك في القناة عشان يوصلكم مني الجديد. وصلوا على الرسول في التعليقات صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.